اللي هي الوقت بدل ضايع المحسوب 5 دقايق، فالاهلي جاب الجون في الدقيقه 5 46 ثانيه او 36 ثانيه ايا كان. يعني كأن الوقت بدل الضايع ده ما حصلش فيه اي تعديلات وما حصلش فيه اي تغييرات وما حصلش فيه اي لاعب وقع. بالعكس، عايز اقول لك ان الاهلي عمل تغيير والبنك الاهلي كمان عمل تغيير، وكمان في كوره بتاعت حسين الشحات حصل فيها مراجعه بالفار في الوقت بدل الضايع. ده الحاجه الانقح كمان، انا جايب الجون في الدقيقه 5 و36 ثانيه. انا هوريك دلوقتي حاجات عايزك تتفرج عليها لما يكون البني ادم بيناقض نفسه ويجيب حاجه بيقول حاجه عكس المنطق وعكس اللي بيحصل مع فرقته او الفريق اللي هو بيشجعه نكايه في الاهلي. فانا هفرجك دلوقتي ماتش حرس الحدود والزمالك. المفروض ان الماتش محسوب فيه 6 دقايق والزمالك كسبان 2-0 والدقيقه 98 و26 ثانيه، ادي كمان دقيقتين فوق الوقت بدل الضايع. ما سمعتش حضرتك اتكلمت يعني. وهنا كمان سيراميكا، وهنا الزمالك متعادل هو وسيراميكا 2-2، والوقت المحسوب بدل من ضايع 12 دقيقه. 12 دقيقه يعني المفروض الماتش يخلص 102، احنا بنلعب في 103 و55. انا ما بكلمكش في 12 دقيقه، انا بكلمك في ان هم كتير ال 12 دقيقه، بس ممكن يكون في مجريات المباراه كان في وقت بدل ضايع، لكن كمان مع الوقت بدل الضايع في زياده كمان بتزيد، ما تبقاش حلوه ليك ووحشه ليا. الزمالك متعادل 1-1 مع بتروجيت ومحسوب 6 دقايق وقت بدل ضايع، وهنا بنتكلم في الدقيقه 98 وثانيه، دقيقتين زياده عن الوقت بدل الضايع ومحدش طلع يتكلم. لقطة كمان بتوضح الخلل اللي عند الناس وعند عقول الناس، منهم الراجل اللي كان متحدث رسمي نادي الزمالك. الزمالك كان بيلعب مع الاسماعيلي والزمالك كسبان 2-0 والحكم حسب 6 دقايق وقت بدل ضايع. تفاجأ ان الماتش بينتهي على توقيت دقيقة 105 و17 ثانية، يعني بتتكلم في اكتر من 9 دقايق زيادة. محدش فتح بقه، محدش يتكلم. طب نخش على الفريق التاني اللي انتوا كجماهير نادي الزمالك بتشجعوه عندما في الاهلي وفي جماهير النادي الاهلي وكرها في الاهلي وكرها في جماهير النادي الاهلي، بيراميدز. هل بيراميدز ما استفادش السنه دي؟ لا، بيراميدز استفاد. ونيجي بالحالات. هبدا معاك في ماتش الجونه. بيراميدز كان بيلعب الجونه في قلب مدينه الجونه، والماتش كان تعادل 0-0. الحكم حسب كام؟ حسب 7 دقايق وقت بدل ضايع. بيراميدز جاب جون المكسب في الدقيقه 99 و17 ثانيه. يعني بيراميدز المنافس بتاعي مش انت دلوقتي مش منافس، دلوقتي اركن انت على جنب، انت بس مجرد مدافع بس، لكن انت مش منافس. بيراميدز المنافس بتاعي استفاد بدقيقتين و17 ثانيه فوق الوقت بدل الضايع وسجل في الدقيقتين. ما اتكلمتش ليه سيادتك؟ ما اعترضتش ليه؟ هو بيراميدز بيلعب سيراميكا، بيراميدز كسبان 2-1. الماتش الحكم صفر في الدقيقه 97 و37 ثانيه، والوقت اللي كان محسوب وقت بدل ضايع 7 دقايق، يعني في 37 ثانيه زياده اهو والحكم ما صفرش. ليه؟ لان ده من حقه. لكن لما يكون من حق الزمالك وحق بيراميدز ان هو ياخدوا زياده وياخدوا وقت بدل ضايع زياده لحد ما يسجلوا على كلام معاليك، فما تجيش تتكلم عليا انا وتقول لي الاهلي الوقت بدل الضايع في ماتشاته بينتهي بتسجيل النادي الاهلي هدف. برضه نفس المنافس بيراميدز وبيلعب في الاسماعيليه، والاسماعيلي متعادل مع بيراميدز 1-1 والحكم حسب 7 دقايق وقت بدل ضايع. الكره دي هجمه لبيراميدز قبل ما الحكم يصفر على طول. الكره في الدقيقه 97 و44 ثانيه، يعني كل الناس بتستفاد. بيراميدز برضه تاني مع حرس الحدود، وبيراميدز هنا كسبان 3-0، يعني مش محتاج ان الحكم يزود له وقت بدل ضايع، والحكم هنا حسب 7 دقايق وقت بدل ضايع، يعني فعليا الماتش ينتهي في الدقيقه 97. بنلعب الحكم صفر في الدقيقه 123 ثانيه، يعني في 3 دقايق زياده. محدش يتكلم، وانت اول واحد ما بتعترضش طالما اي حاجه ليها علاقه بمنافس الاهلي. فما تجيش تعمل عليها مثالي، ولا انت ولا صفحاتك ولا انت ولا جماهيرك، وانت اكتر واحد بتستفاد انت والناس اللي بتدعمهم، اللي هم اصلا موجودين في الحياه دي عشان ياخدوا مكانك. انت موجودين في الحياه دي عشان يبقى مصيرك بعد سنه واثنين وثلاثه زيك زي المانجا وزيك زي الاسماعيلي اللي هينزل درجه تانية ومش هيشم الدرجه الاولى تاني. سلام.